5 انواع شاور جل هتنسيكوا فرهدة الصيف. يلا بينا. يا هلا وغلا، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ عاملين ايه في الحر ده؟ النهارده فيديو انتعاش بس. النهارده انا جمعت لكم كل انواع الشاور جل المصريه، 10 انواع شاور جل هتنسيكوا فرهدة الصيف. ولا هم اصلا مش 10 بصراحه، هم 8 يعني، فمش عارفه الانترو تبقى ايه. خلينا نقول 5 انواع شاور جل هتنسيكوا فرهدة الصيف. يلا بينا. اول حاجه عايزه اوريها لكم النوع ده اسمه ايزي كير، وده كان بالعسل، حجمه كبير جدا. انا ما عجبتنيش فيه بصراحه، ريحته غريبه شويه، ريحته عامله زي عسل بس هو مش عسل قوي يعني، عسل مسكر بريحه مش يعني مش ريحه منعشه خالص، ولكن كان قوامه كويس. انا خلصته للاخر، كان قوامه حلو. ممكن في الشتاء يبقى الطف، لكن احنا في الصيف بندور على حاجه تدينا انتعاش، تكون ريحتها حلوه، تكون بتنظف الجسم كويس. انا حسيت ان هو ما بينشفش الجسم وبينظف حلو، بس حسيت ان انا ممكن احبه في الشتاء اكتر من الصيف، لان ريحته كانت مش ريحه منعشه في الصيف ان انا احبها. تاني حاجة، انا ما بحبش الشاور جل يكون بالباكجينج ده، لان الباكجينج ده السوستة بتاعته تقيلة قوي، وانتي بقى في جوه الدش بتدوسي كده، اصلا ايدك فيها ميه، ولازم تكوني سنداه على حاجه، يعني سنداه على البانيو او سنداه على حاجه، غير الحاجات اللي بتبقى عمليه ان انتي تاخدي منها كده على طول. فانا الباكجينج ده يعني مش بحبه قوي في المنتجات اللي بتبقى جوه الحمام، بحبه اكتر في المنتجات اللي هي سكين كير وكده، علشان نحافظ عليها ان هي ما تدلقش كتير، او ان احنا ما نحطش ايدينا جواها. لكن منتجات الشاور بحس ان هي احلى ان هي تكون سهله الاستخدام جوه الدش. فالباكجينج ده بصراحه انا مش بحبه قوي. تاني واحد عايزه اكلمكم عنه هو بتاع افوفا، وهو اسمه شيري بلوسوم. يعني كانت معروفه في ذا بادي شوب او في باث اند بادي، يعني الريحه دي معروفه، ريحه الورد ده. ولكن انا ده ما عجبتنيش ريحته خالص. ريحته عامله زي كانك بتستحمي بالظبط باريال اوتوماتيك. ريحته حلوه وهو جوه الازازه كده، قوامه حلو جدا. بصوا قوامه غني كده وحلو، ولونه رهيب بصراحه. ريحته حلوه وهو في الازازه، ريحته ورد. اول ما بتبتدي تستخدميه تحت الدش بتحسي ان الريحه قلبت يعني اريال اوتوماتيك. فدي الحاجه التانية ان هو الباكجينج بتاعه وحش قوي قوي. دي بصوا انا عايزه اوريكم دي قد ايه هي يعني بالعافيه بتفتح، وساعات بتخربش، وانتي بقى جوه الدش الموضوع بيبقى مش سهل قوي كده. فانا بفتحها كده اصلا واستخدمه كده. فالباكجينج ده مش عملي خالص 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 تحت الدش يعني. كان في منه نوع تاني كان واخد الضجه اكتر، كان بالستروبري او بالفراوله يعني. انا ما لقيته خلصان في اماكن كتيره، فقلت يمكن ده تبقى ريحته حلوه. ولما جبته حبيت ريحته وهو في الازازه، ولكن مع الاستخدام حسيت ان هو ريحته بتقلب حاجه تاني كده، مش احلى حاجه في الدنيا. كمان هو ما كانش سعره بسيط يعني، اعتقد ان هو كان معدي ال 170 جنيه اعتقد يعني. برضو هتاكد من الاسعار، لان انا مش عايزه اقول اسعار بصراحه، لان انا الاسعار يعني بنساها جدا. فده برضو يعني مش الحاجه اللي انا هكررها تاني. هو افريكان، وده حجمه كبير جدا، اسمه بينا كولادا بادي ووش، وده شكله. الحجم ده كان تقريبا 500 مللي، وحجمه كبير قوي قوي، وده كان بسعره حوالي 95 او 100 جنيه حاجه كده. مشكلته ان هو ريحته مصنعه جدا جدا، يعني هو ريحته اناناس، ريحته سنسيتك قوي قوي قوي، مش ريحه اناناس، مش حاجه منعشه نهائي. كمان الباكجينج ده برضو نفس النوع بتاع افوفا. الباكجينج ده اللي هو صعب في الاستخدام يعني، دي تقيله قوي قوي وبتضايق، حجمه كبير قوي. فبرضو بستخدمه ان انا بفتح دي خالص وبستخدمه كده. فبصراحه اكتر حاجه قفلتني منه ريحته، يعني ريحته مصنعه قوي، مش ريحه حاجه تحبيها او تحسي بانتعاش وانت بتستخدميها. انا تخيلت ان انا بقى هنا، انا هنا في المالديف يعني. بصوا انا هنا في المالديف، لا خالص، الموضوع ما كانش كده خالص. فللاسف ما حبيتوش. عايزين حاجه تفصلنا بقى لما نروح البيت وناخد الدش بتاعنا، عايزين حاجه تفصلنا وتحسسنا بالانتعاش، ونغير مود اللي هو المود الحر والفرهده والتلزيق والعصبيه اللي بنبقى جايين بيه من بره لحد الدش. فانا اكيد مش هبقى حابه ان وانا باخد دش ابقى متنرفزه او متضايقه من ريحه الشاور جل اللي انا بستخدمه.
فده للاسف ما عجبنيش. اتمنى يكون في روايح تاني او ان هم يعدلوا الريحه دي، وما عنديش اي مشكله ان انا ارجع استخدم الحاجه لما احس ان هي بيغيروا في التركيبه بتاعتها او بيحسنوا من منتجاتهم. جربت حاجات من رو افريكان تاني عجبتني، هبقى اكلمكم عنها بعدين ان شاء الله. بس دي تجربتي مع المنتج ده، في حاجه بسيطه جدا زي ما قلت، لكن هو سعره حلو وحجمه كبير. ولكن لو انتي من الناس اللي زي اللي مهتمه قوي قوي بموضوع الريحه ان هي تديكي انتعاش، فما اعتقدش ان ده هيديك انتعاش. رابع واحد عايزه اتكلم عنه هو تيلوفيل، وده برضو حجمه كبير جدا. بصوا هو حجمه 500 مللي، بس الازازه بتاعته كنزه شويه، وهو النوع البامب ده. انا ما بحبش البامب في اي حاجه بتستخدم في الدوش، ما بحبهاش تكون بامب، علشان لازم اكون سنداها على حاجه، يعني مش بحس ان هي فيها سهوله في الاستخدام. ولكن يعني هي كل شركه بيبقى ليها وجهه نظر. علشان مثلا منتج ما يتدلقش، عشان تاخدي كميه مناسبه، ايا كان الكلام ده. هو كان سعره 140 جنيه. وتيلوفيل على فكره بتعمل عروض حلوه جدا دايما. يعني انا تقريبا كنت جايبه عرض برضو في تيلوفيل 3 أو 2 مش فاكره. بس المهم ان ده ريحته بالفانيليا، حجمه كبير قوي، وصراحه قوامه حلو وبينظف الجسم حلو. تاني برضو الريحة دي مش احلى ريحة. تيلوفيل عاملة 3 روايح تاني او ريحتين تاني، واحدة بالكوكونات وواحدة بالياسمين. الكوكونات انا مش حاسة ان هو حاجة صيفي، فانا ممكن اجرب بتاع الياسمين قريب. ولكن ريحة الفانيليا دي برضو عاملة زي ريحة اللي هو ده اللي كان بالعسل، يعني ريحة كده عاملة زي ريحة الحلاوة، مش عارف، فما حبيتش الريحة قوي يعني. ريحه مصنعه برضو شويه، ما تحسسكيش ان هي حاجه فريش او حاجه طبيعيه، لا تحسي ان في حاجه كده، حاجه مش مظبوطه. ولكن في منه زي ما قلت لكم ريحتين تاني، فلو حابين تجربوه هو حجمه كبير جدا وهيقعد معاكي فتره طويله قوي قوي قوي. مش بقى المنتجات الحلوه واللي ريحتها حلوه واللي حجمها كبير واللي سعرها حلو، بالنسبه لي جربت اللي هو بتاع ايفا ده، شكله اسمه رويال ايسلاند، وده ده كده بالتوت، وده بالتوت. حجمه كبير قوي، ريحته حلوه جدا. طبعا ده الحجم ده كبير قوي، فبس انا كآية بحب الشاور جيل اللي بيفتح كده، سهوله في الاستخدام. وطبعا الحجم ده كبير قوي، فانا بفضيه في ازايز صغيره. ريحته حلوه قوي قوي قوي، ريحته جميله. لا ده انتعاش، ده بالنسبه لي انتعاش. ريحته توت مسكر، ريحه فواحه. اول ما تستخدميه هتفصلي على طول. يعني لو انتي بتحبي ريحه التوت المسكر فده هيعجبك جدا جدا. حجمه كبير جدا، سعره برده كان حلو، مش فاكره بصراحه بكام، بس هو كان سعره حلو مقابل الحجم ده كله اللي هو لتر، ويكفي العيله كلها، وسعره حلو وانتعاش، وبيملى ريحه الحمام، فواح جدا. طبعا الشاور جيل يعني ريحته ما بتثبتش ولا حاجه، هي الفكره ان احنا بناخد منه انتعاش وبناخد منه تنظيف، وكمان ما بينشفش بشرتنا. دي اهم 3 عوامل نلاقيها في الشاور جيل. فده بصراحه من الحاجات اللي انا عجبتني جدا، وارجع اشتريها تاني، وهجرب منه برضو روايح تاني. من المنتجات اللي انا بعشقها، ودي مش عارفه الازازه رقم كام اللي اشتريها، هو الشاور جيل بتاع مود. حجمه كبير قوي، الباكجينج بتاعه مميز، المربع ده مفيش باكجينج بالمستطيل كده زيه في السوق. ريحه بحبها دي اللي هي هواي، ريحتها حلوه قوي، ريحتها مسكره جدا. انتي لو مش بتحبي الروايح، انا عن نفسي ما كنتش بحب الروايح الشجري قوي يعني، بس ده ريحته عجبتني. بصوا برضو بحب الباكجينج ده، سهوله في الاستخدام. على قد ما العلبه كبيره 750 جرام، ولكن هو يعني هاندي، تعرفي يعني تعرفي تمسكيه، وسهل في الاستخدام. ف ريحته جميله، لا ريحته جميله، ريحته برفيوم. يعني مفيش حد استخدم الشاور جيل ده عندي الا ويقول لي ده حلو قوي، ده جميل جدا، ده فظيع. خصوصا ان انا احيانا بفضي الازازه الكبيره دي في ازايز صغيره، عشان بحس ان دي كبيره قوي قوي، فمحدش يستخدم يقول الشاور جيل ده اسمه ايه، يحسبوه. انا بصراحه كنت يعني عندي الازازه الفاضيه بتاع باث اند بودي، فدي اكتر ازازه بحس ان هي سهله قوي في الاستخدام، فكنت بفضي فيها، خصوصا الازازه الصغيره قوي لما بكون واخداها في سفر او حاجه. فالريحه بتبقى تحفه، ومفيش حد جربه الا يسالني هو ده اسمه ايه، هو ايه الشاور جيل ده، هو فظيع. فهو مش من باث اند بودي، خلاص انا بطلت اشتري من باث اند بودي اصلا. فده من الشاور جيل اللي انا بحبها. جربت حاجات كتير قوي من مود،
ان شاء الله هعمل لكم فيديو عنهم قريب. انا متحمسه جدا ان انا اكلمكم على الحاجات بتاعت مود. الشركه دي شاطره ليه بقى؟ لان هي طورت من نفسها بسرعه عملت منتجات كتيره في وقت قليل، وريحتهم حلوه، اثبتت نفسها بالريحه الحلوه، تميزت بالريحه الحلوه وبالباكجينج الحلو وبالسعر الحلو. يعني ده اعتقد مش فاكره ان سعره يعني في حدود ال100 جنيه. هو الاول كان طبعا اقل من كده، بس اعتقد ان هو سعره في حدود ال100 جنيه او 120. يعني انا مش فاكره بصراحه عشان ما اكونش بألف اسعار. ولكن ده يستاهل انك تجيبيه، هيقعد معاكي وقت حلو جدا. مفيش حد هيجربه الا يقولك الشاور جيل ده ريحته حلوه، فواحه جدا، فظيع. من الشاور جيل اللي انا جربتها التحفه اللي انا مش لاقياه تاني بصراحه هو الشاور جيل بتاع انشانتر. انا عارفه ان انشانتر مش شركه مصريه، هو ده ميد ان فيتنام حاجه كده. بس انا يعني حسيت ان الشاور جيل ده انا لازم اتكلم عنه، عشان كمان عايزه اسالكم بتلاقوه فين. انا مش لاقياه خالص، ولا على اي ابلكيشن، ولا في الهايبر ماركتس، ولا في اي مكان. انا لقيته مره كده من سنه في كارفور في الغردقه، ولكن من ساعتها مش لاقياه تاني خالص. فحتى في الصيدليات يعني بلاقي طبعا اللوشن مشهور اكتر، والبودره بتاعت انشانتر او انشانتي، خلينا نقول اسمها بالفرنساوي انشانتي. اوكي، ده ريحته فظيعه. الريحه الصفرا دي في الشاور جيل كان في منه كل الروايح. لو انا اعرف كده كنت جبت منه كذا باكت، يعني كذا حاجه بصراحه. ريحته حلوه قوي، ريحته جميله، واكتر ريحه فيهم ممكن تقعد شويه. يعني كلهم طبعا ريحتهم فواحه، ويعني اللي هو ايفا ومود والحاجات التانية برضو ريحتها فواحه، بس مش بنفس فواحان ده. فظيع. لا ده انتي رشه برفيوم، لا انتي كده في حته تاني، انتي في عالم تاني. فانا بجد ده يعني ده يستحق المركز التاني بجداره، وانا عايزه الاقيه تاني. فلو حد يعرف ده الاقيه فين يقول لي، علشان انا بدور عليه كتير قوي قوي ومش بلاقيه. يفوز معانا بالمركز الاول هو شاور جيل فريده او فريده، يعني مش عارفه. لما من ساعه ما ابتدوا يعملوا له اعلانات وانا بقيت اقلق من الحاجه. بصوا الحاجه لما تكون مش معمول لها اعلانات او ما بيتعمل لها اعلانات بقلق. بصوا بقى، ده تحفه 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 بجد، حلوه قوي قوي. انا الريحه دي اكتر ريحه عجبتني، هي اسمها سويت داي، لونها بينك كده، ريحه فواحه من هنا للصبح. تطلعي بقى من الشاور والحمام تفضل ريحته حلوه لوحدها كده. والريحه دي كمان اسمها مون لايت، برضو حلوه جدا. في منه اعتقد 3 احجام اكتر، يعني في ده وده، وفي حجم بقى اللي هو زي جيركن كده. حلو، الباكشنج بتاعه حلو قوي، سهل جدا في الاستخدام. حتى ده كمان ممكن يعني هاندي تعرفي تمسكيه، وده بصوا فظيع. فدول واسعارهم تحفه تحفه. اعتقد ده يعني مش فاكره ب40 وده ب70 او ب100. بيقعد وقت طويل، ريحته حلوه جدا، قوامه حلو، بينظف الجسم حلو. فده يستحق ان هو يبقى في المركز، او يستحق ان هو يتجرب. يستحق ان انت تجربيه، وهيعجبك قوي 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 في الصيف. تيبس اند تريكس كده بحب اقولها في الاخر. طبعا احنا بناخد شاور عشان يعني نمنتين او نحافظ على الانتعاش اللي احنا محتاجينه في الصيف. محتاجين ان احنا ناخد شاور على الاقل كل يوم. محتاجين ان احنا نبقى شايلين الهير من تحت الهير في الاندر ارم، لان ده اكتر مكان ممكن يعمل ريحه مش كويسه. كمان لما تيجي تحطي ديودرنت، والمعلومه دي برضو انا عرفتها مؤخرا، يستحسن ان انت تحطيه بالليل على بشره تكون خلاص، يعني مش وانتي طالعه من الدش كده على طول تحطي ديودرنت، لا تحطيه بالليل على بشره تكون ناشفه مش منديه، بشرتك تكون ناشفه ومعلهاش اي حاجه. ولما نيجي نقرر الديودرنت بنكون برضو واخدين دش او غاسلين المنطقه دي اندر ار. معلومه تاني، بلاش تجيبي الشاور جل لو انتي بتتحسسي او بيحصل لك اسمرار في منطقه الاندر ارم. بلاش تحطي شاور جل في المكان ده، لان الشاور جل بيبقى فيه كميه عطور كتيره قوي، فممكن يسبب لك حكه، والحكه دي تقلب معاكي التهاب واسمرار. يستحسن تجيبي المنتجات اللي هي بتكون مخصصه للاماكن الحساسه، والمنتجات دي غالبا بتبقى طبيه، زي مثلا المنتجات بتاعه بيز لاين اللي هي مخصصه للسنسيتيف اريا، ممكن تستخدم اندر ارم. في غسولات معينه للوش بتستخدم برضو للسنسيتيف اريا عامه، زي تقريبا غسول كده كان بتاع كليو، كان بيستخدم للجسم وللوجه، مش فاكره اسمه، لو افتكرت اسمه هحطهولكوا. تاني حاجه اللبس اللي بيكون تحت الملابس الخارجيه،
بنغيره كل يوم، او لو خرجنا من البيت بنرجع نغيره، حتى لو انتي حاسه ان هو نضيف ومفيهوش اي حاجه. ده من اهم اسباب الانتعاش. تاني حاجه، لو انت بتحسي او اخر حاجه بقى، لو انت بتحسي ان جسمك من النوع اللي بيعرق بسرعه قوي، ممكن تستخدمي اللي هي بودره التلج. في من الماركه اللي هي انشانتر دي او انشانتي، في منها بودره تلج كده ريحتها حلوه قوي، ممكن برضو تستخدميها، بتخلي جسمك ناشف وبتديكي احساس بالريحه الحلوه وبالانتعاش. هي دي كل الاسرار الانتعاش اللي عندي، اللي انا كنت حابه اشارككم بيها النهارده. لو حبيتوا الفيديو اعملوا له لايك، اول مره اقول الكلام ده، اعملوا سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. قولوا لي متحمسين تشوفوا فيديوهات ايه، او حابين ان انا اتكلم عن ايه الفتره اللي جايه. شكرا انتوا سمعتوا الفيديو لحد الدقيقه دي. كان معكم آية سليمان، شكرا لكم، سلام عليكم.